هل عمرك حسيت إنك دايمًا مش مفهوم؟ دايمًا الناس بتفهمك غلط، ودايمًا الناس مش حاسين بيك أو مش حاسين بالمشاعر اللي عندك أو مش حاسين بالحاجات اللي عندك. في الحقيقة دي حاجة كانت موجودة عندي أو حاجة موجودة عندي وباحاول إن أنا أطوّرها الفترة دي، وهي حاجة اكتشفتها في coaching session كنت باخدها، اتكلمت إن أنا عندي skill اسمها الindividualization أو التفرد. معناها إيه الskill دي؟ الskill دي معناها إن أنا باقدر أفهم الناس كويس جدًا. يعني أنا لو باتكلم مع أصحابي أو باتكلم مع شلتي أو باتكلم مع الناس اللي حواليّا، أنا فاهمهم كويس جدًا، فاهم احتياجات كل واحد، فاهم الحاجات اللي هم يحبوها، الحاجات اللي بيكرهوها، باعرف أتعامل معاهم على حسب دماغهم بشكل كبير، وباحاول بشكلٍ ما إن أنا أفهم الناس اللي قدامي عشان أقدر إن أنا أتعامل معاهم. ولكن الcase دي مش عند كل الناس، لإن الناس اللي عندها الskill بتاعة الindividualization مش دايمًا بتقدر إنها تتقبّل إن الناس اللي قدّامها ما يبقاش عندهم الموضوع ده. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا الناس اللي قدّامي أنا دايمًا بexpect أو باتوقّع إن هم فاهمينّي أو فاهمين احتياجاتي أو فاهمين مشاعري، فبالتالي بالاقي نفسي إن أنا ما بافهّمهمش أنا عندي إيه، ما بافهّمهمش إحساسي إيه، ما بافهمش نظرتي عن الحياة عاملة إزاي. فبالتالي ده بيأدّي في الآخر إنّك تحس إنّك لوحدك، حواليك ناس كتير، ولكن مش عارف تتواصل معاهم. بالتالي أنت كواحد عندك حتّة الindividualization أو عندك حتّة إنّك بتحس دايمًا إن الناس مش فاهمينك، دور إنّك تغيّر الموضوع ده، إنّك تكلّم الناس، تفهّمهم أنت حاسس بإيه، طب هدفك إيه من الحاجة اللي بتعملها، إيه اللي أنت عايزه في الحاجة أو إيه اللي أنت عايزه في الحياة عامةً. المرّة الجاية لمّا تحس إن أنت مش مفهوم مع حد أو في علاقة أنت حاسس إن أنت مظلوم فيها شوية بسبب إن أنت مش مفهوم، فهِّم اللي قدّامك، ما تبقاش كده سايب نَفْسك فترات طويلة جدًا اللي قدّامك مش فاهمك، بس أنت سايب نَفْسك أصل هو الناس مش فاهمينّي، أصل أنا المشكلة، أصل أنا الضحية، أصل أنا إحنا عايزين نتخلّص من القصة دي خالص، عايزين إن إحنا نتواصل مع الناس، مع الناس ونحاول إننا نتفهم بشكلٍ ما، لإن ده حتّة منها بتاعتنا، أنت فاهم نَفْسك كويس، حاول إنّك تفهِّم الناس فكرتك، حاول تفهِّم الناس مشاعرك، حاول تفهِّم الناس أو الناس اللي قريّبة منّك أو العلاقات المهمة ليك، تفهِّمهم أنت حاسس بإيه. بس يعني دي كانت فكرة سريعة كده كنت عايز أقولها لكم.